الراجل علاجه ست، مش حكيم. الادوات اللي لقوها عند محمود والهدوم النسائيه مش موجوده عند الستات كتير جدا. محمود المفروض ان هو شاب من محافظه الشرقيه، تحديدا مركز بلبيس. اللي حصل ان هو قرر ويعيش في دور ست على السوشيال ميديا عشان مش عارف يكسب فلوس وهو راجل، فاستسهل انه يكون عايش في دور ست ويغري الرجاله بجسمه وبراسه العريان عشان يكسب اكتر واكتر، وبالفعل قدر يحقق ملايين المشاهدات ويحقق فلوس كتير جدا. راحوا يقبضوا عليها تبع ما هم رصدوا المكان. قابلوا محمود، لما سالوه فين ياسمين قال لهم ما فيش ياسمين. قالوا لا في ياسمين، قال لهم لا ما فيش ياسمين. فكانوا متاكدين ودخلوا وقرروا ان هم يفتشوا المكان. وكانت الكارثه اللي اكتشفوها ادوات التصوير، بواريك، ميك اب، هدوم عريانه، لانجري، كل حاجه ممكن تتخيلها موجوده عند محمود كان بيلبسها ويطلع ومرحب يا ابو نواف ومش عارفه مين، والداعمين يبعتوا له فلوس ويكلموه. متخيلين كم بنت كلمت محمود او صاحبتها على اساس ان هي بنت زيها، ودي ممكن تكون وثقت فيها؟ دي كارثه كبيره جدا. واللي مضحك بقى الداعمين اللي كانوا بيدعموه على اساس ان هو ياسمين وان هي في كامل انوثتها، وان هو في الحقيقه طلع ولد. تم القبض عليه وتوجه له تهمه انتحال صفه انثى والرأس بملابس خادشه للحياه.